أثار ظهور النجم الشاب لامين يامال وهو يرفع علم فلسطين خلال الجولة الاحتفالية لفريقه موجة واسعة من الجدل، خاصة بعد تباين مواقف عدد من المدربين والشخصيات الكروية تجاه تصرفه. المدرب الألماني هانزي فليك عبر عن تحفظه على الخطوة، مؤكداً أن الفريق كان في مناسبة رياضية تهدف إلى الاحتفال وإسعاد الجماهير، مشيراً إلى أنه تحدث مع اللاعب حول الأمر، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن يامال بلغ سن الرشد ومن حقه اتخاذ قراراته الشخصية. في المقابل جاء موقف بيب غوارديولا أكثر دعماً للاعب، إذ دافع عن حق الرياضيين في التعبير عن آرائهم الإنسانية والسياسية، معتبراً أن ما قام به يامال يعكس موقفاً إنسانياً شجاعاً، خاصة في ظل الأحداث المأساوية التي يشهدها قطاع غزة. وأضاف أن شهرة لاعبي كرة القدم تمنح رسائلهم تأثيراً عالمياً. ويعود اختلاف الرأيين إلى طبيعة النظرة لدور الرياضي داخل المجتمع، فهناك من يرى أن كرة القدم يجب أن تبقى بعيدة عن القضايا السياسية حفاظاً على وحدة الجماهير وتركيز الفريق، وهو الاتجاه الذي يميل إليه فليك، بينما يؤمن آخرون مثل غوارديولا بأن الشهرة الرياضية تمنح اللاعبين منصة للتعبير عن القضايا الإنسانية والدفاع عن مواقفهم بحرية. وبين الرأيين يبقى لامين يامال في قلب نقاش عالمي متجدد حول حدود العلاقة بين الرياضة والسياسة، ودور اللاعبين في التأثير على الرأي العام خارج المستطيل الأخضر.